الفرامل في العربية أو نظام تثبيت السرعة. وليكن مثال عربيات تسلا. عربيات تسلا أنتم ممكن تشوفوا لها فيديوهات حتى. العربية بتبقى ماشية مثلًا يعني العربية بتبقى مثبت سرعتها على سرعة 100. تمام. فأنت بالتالي أنت مش بتدوس بنزين ولا بتدّي غيار ولا بتعمل أي حاجة، هو السيستم بتاع العربية بيقوم بكل العملية. تمام. تمام. فأنت مثلًا بتضبط العربية على 100، فالعربية بتبقى مزوّدة بأجهزة استشعار وAI وكده. فالعربية بتبقى ماشية في الشارع عارفة إن مثلًا في مطب بقى على بُعد 100 متر. تمام. فبالتالي العربية مثلًا أنت مثبّت سرعتها على 100، هي جابت سرعة ال100 خلاص، فهو في مطب هتقابله، خلاص هتبدأ هي تلقائيًا تنزّل السرعة بتاعتها. تمام. وترجع تشتغل تاني. طيب هل أنت بقى قُمت بأي حاجة؟ لأ، هو حرفيًا autopilot بتاع العربية. فبالتالي الأنظمة المدمجة فيما بعد إحنا هنشوفها في كل حياتنا تقريبًا، يعني تقريبًا حياتنا كلّها لن تخلو من الأنظمة المدمجة مع دمجها مع الAI طبعًا.